ندوه لكل الفنانين المشاركين الاطفال والكبار لسنه جديده 2025 بعد المعهد اللي فات اللي هو كان باي باي 2024. ده البدايه. المعرض بيشارك فيه 26 فنان من فنانين المستقبل، فنانين الصغيرين، و31 تقريبا فنان من الفنانين الكبار. فكده في بيحصل احتكاك ما بين الاطفال وبين اساتذتنا تقريبا، واحنا كمان بنقابل اساتذتنا اللي اكبر مننا بقى اللي هم الدكاتره. تواصل الاجيال يعني. ايوه، فبيحصل تواصل اجيال وبيحصل كمان نوع من الاحتكاك الفني ما بين دول ودول. دول يتعلموا ودول يعرفوا ارائهم. لا مبروك طبعا اتاخرت واحنا سعداء اشهر معرض التنظيم حضرناه هو المعرض. لا والمعرض جميله مساحه. ايوه كمساحه مش قصدي حاجه لوحات كماليات، لا كمساحه الموضوع هو التنظيم. بقالي معمول كله حفر 3D باريس، حفر باريس. فحبيت اشارك النهارده في معرض البدايه مع نهى محفوظ بالطاووس وجنبه الورد البلدي ده كحاجه مبهجه باسم المعرض ان هو البدايه، اول معرض في السنه الجديده. بالنسبه لك بقى البدايه برضك دوت؟ لا خالص، انا من 2018 بشتغل اصلا مصممه خطوط طبيعيه، وطبعا انا بحب الفن التشكيلي بشكل عام، فبدمج الفن بحيث ان اللي بيمسك قطعه من عندي شنطه او كوتشيه ومحفظه بيبقى ماسك قطعه فنيه. مش شرط ان احنا بس مقتصر على الشنطه، لا هي قطعه فنيه فيها لمسه جماليه مميزه. ده المعرض رقم كام؟ ده التاني مع نهى محفوظ. موهبه يا فندم ولا دراسه؟ لا موهبه، انا اخصائيه سيكولوجيه وهي موهبه.